بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى Das Alphabet، الحروف الأبجدية. تمام. طيب أول حرف معانا هنا حرف الآ. هتقول لي إيه ده؟ لا ده اسمه إيه ده؟ أنا عارفه، ده بتاع الإنجليزي ده. أقول لك لا، واحدة واحدة بقى. الحروف عندنا في اللغة الألمانية بتنطق مفخمة، كل حرف بياخد راحته في الكلمة. إزاي؟ تعال نشوف. ما بقولش A B C D الحرف، لا لا لا، الحرف ما بيطلعش مكسور، الحرف بيطلع مفخم، واخد راحته كده. اه، ب، سي. انا قلت تسي مش سي. سي في ت خفيفه كده بتطلع سي. اه، ب، سي، د، اي، اف، جي، ها، اي. لا واحده واحده عشان انا ايه، ده تهت منك. انت قلت لي ده وده ايه وده اي. انا معلوماتي في اللغه الانجليزيه على وشك الانهيار حضرتك. هقول لك هنا الثلاث حروف دول عشان بس نفض الاختلاف ما بينهم دلوقتي، وعشان بعد كده تبقى الدنيا واضحة فيه. حرف الآ والإي والإي. بص يا دكتورة ندى، هقول لك كده حكاية حصلت بين الثلاث حروف دول، بس سر ما بيننا وبين بعض. تمام. في عركة، في خناقة دارت ما بين الثلاث حروف دول. تمام. ايه اللي حصل بقى بينهم؟ حرف الآ على قد ما انت شايفاه طويل كده وفخم كده في نفسه وبتاع، وحرف الاي بان اللي هو قصير كده، بس حرف ده ضرب الحرف ده وخد نطقه. حرف الاي ضرب حرف الآ وخد نطقه، خد نطقه بالانجليزي بقى ده الاي وده، ولما اتضرب الآ يبقى الحرف الاي خد نطق حرف الآ. الاي بقى ينطق هنا، حرف الاي بقى ينطق ايه، خد نطقه بالانجليزي، ولما ده اتضرب قال الموضوع سكت ما سكتش لحد كده. حرف الاي بتاع الانجليزي اللي احنا شايفينه الصيف ده مش سهل. هو رفيع بس عصب زي ما احنا بنقول كده. الحرف ده جه ضرب الحرف ده، حرف الاي، وخد نطقه برضه بالانجليزي بقى اسمه اي. اي. ما عنديش اي بقى في الالماني خالص. يبقى ايه، اي، اه، ايه، اي. تمام. طيب اسمعهم من حضرتك، اتفضلي. اه، ايه، ايه. لا تاني كده، لا عايز تمام اسمع. كده. اه، ايه، ايه. لا الحروف ب س د عايز اسمعهم كلهم بس. جميل. يعني اللي انا معاهم معلومه. اه، بي، سي، دي، اي، اف، دي، ه، اي، ي، ص، ال، ام، ان، او، بي، كيو، ار، اس، تي، او، فاو، في، اكس، ابسلون، ست. تمام. هو بس هو تمام. انت تمام. ازاي تقول لي كده الحرف ده؟ انت كده مش هتسيبيني في اللي انا اقول لك الباقي. تمام، انا هنطقهم برضو بسرعه واكد على اللي ايه احنا وقفنا فيه من شويه. يوت، اك، تي، كا. هنا يوت، كا. امشي عادي بقى ال ام ان او. هنا البي ما بنطقوش بي، بي. بي طلع فيه نفس كده شويه. بي. كو، ار او اغ، اس، تي، او، فاو، في، اكس، ابسلون، ست. تمام. طيب حرف ده، حرف الآ، تمام. لما اتحط عليه نقطتين بقى اسمه ايه، بقى مخفف ايه. ايه. يبقى الحرف ده رجع لأصله ايه. يبقى حرف الايه نفس هو الحرف الايه اللي فوق هنا، اللي هو الايه بالانجليزي، الاثنين دول بيتنطقوا واحد. ايه. الحرف الاو ملو بقى او، الاو ملو بقى اي. اي. الحرف الاخير ده اسمه اس 6. اس 6. طيب ايه حكايه الاس 6 دي معانا بقى؟ ننتقل بقى خش شويه شويه في الايه، في نشوف شكل الحرف جه منين والصوتيات بتاعته. قال لك حرف الاس 6 ده هو عباره عن دبل اس. عباره عن دبل اس. يعني ايه دبل اس؟ السين في بعض، لو فكيته هتلاقي السين في بعض. وفي بعض في العصور الوسطى المانيا جت حاولت تفك الاس اس ده، ففي بعض الكلمات باظت. تمام.
في حروف باظت، وكان في كلمات باظت وجمل ما بقتش مظبوطة، فرجعوه تاني اس 6. يعني هم حاولوا يظبطوه بقى يخلوه اس اس عادي، رجعوا لقوه اس وحطوا اس 6. بس في كلمات بتجي لك مثلا اس اس، في بيجي لك اس 6 عادي. جروس، جروس اشتغاسي، ده النطق الاس 6. جروس اشتغاسي. ممكن تنطقي لي الكلمة اللي جاية دي اللي انا معلم عليها؟ أفصل. أفصل. لا طيب عايز اسمعهم تاني. أفصل. واللي بعد. أفصل. لا هتنطقي يعني انطقي لي الحمراء الاول. طول. أفصل. لا دي ابفل، تنطق ايه مش اه. أفصل. أوكي. ابفل. طب واللي بعديها الثانية أفصل. افل. يبقى الاء املاوت، انا قلت لك حرف الاملاوت، الاء املاوت لما بيجي عليه املاوت بيخفف نطقه، ما بينطقش اه، لا بينطق ايه. تمام. بدل هنا دي ابفل، ودي ابفل. ابفل هنا معناها تفاح جنب، ابفل هنا تفاحة. تمام. تعال نشوف الاو والاو في الاملاوت. شون، 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 شون. ايه اللي بيحصل؟ قال لك في حرف الاو ملوت ده بضم تجويف بقي شويه اكتر، وبمد في الاو بدل شون. يعني انت ضم بقك كده شويه، بدل شون، شون. بضم شفايفي كده اكتر واطول في نطق الحرف. شون، شون. هتقولي يا وانا هقعد بقى اهتم بقى اضم بقي واهتم بالصوتيات، صح؟ ما هي اصلا لا. تعالي نشوف معنى الكلمه دي ايه مثلا بالاملاوت، من غير املاوت. شون معناها فعلا، فعلا، لكن دي معناها جميل. شايفة الفرق بين النقطتين عملوا ايه في الكلمة؟ ما ينفعش اقول ده بيكون فعلا، ما ينفعش اقول das ist شون، لا das ist شون. ده جميل. بطول في الاملاوت شوية. طيب ممكن اسمعهم منك شون. شون. تاني؟ شون. الثانية تبقى شون. شون. تمام. الحرف اللي بعده الاو املاوت، حرف اللي انت او ده، اي، او، اي. اكن جاي او وراء حرف الاي. او، اي. زي كلمة او بان مثلا، وكلمة يبا. دي هتبقى او بان، او بان، وده يبا، يبا. هو الحرف ده حرف الأو الأولاني اللي من غير أملاوت ده. شفتي فيلم محمد هنيدي إسماعيلية رايح جاي على ما أظن، أو همام في أمستردام لما كان بيقول مم. أو، أو، أو. هو ده. عارفة الأغنية اللي بتشتغل في الأفراح اليومين دول؟ أيوة عارفة. هو ده أو. كل ما تشوف الأغنية دي أو ما تشوف الحرف ده تفتكر الأو دي. تمام. يبقى دي اسمها إيه؟ أو. أو. أوكي. تعالوا نشوف هنا. تعالى ننزل بقى لتحت، الكلام ده موجود تحت. دي المحاضرة اللي انت قلت لي ما فهمتش منها أي حاجة. فاكرة لما اتقابلنا قلت لي ده لا أنا أنا فاهمة. ما فهمتش في الأونلاين؟ قلت لك أنا كنت بشرح لك، ده أنا كنت كده. بشايف بس الدنيا ماشية معاك إزاي. طيب تعالى نخش في أوكي. قواعد مهمة في الحروف المركبة والنطق. طيب أنا عندي هنا الحروف المتحركة زيها زي الإنجليزي. اسمها إيه بقى الحروف المتحركة دي؟ فوكالي، دي فوكالي، دي فوكالي. تعالى كده نشوف إيه هما. حرف الآ، والأو، والأو، والإيه، والإي. آ، أو، أو، إي، إيه.
قولهم لي كده. أ أو إي إي إيه. تمام. طيب هنا برضو الحروف اللي هي دي اللي هي الملوت: A O U. A O U. سمعهم لي كده. إيه إي أو. تمام. آخر حرف عايز أسمعه تاني. عايز أسمع آخر. أو. لا مش أو. أو دي من غير أملوت، لكن دي قلت إي. إي. تاني. بقى كأني بقول أو بس بفتح بقي شوية. إي. إي. عارفة كأنك بتزق عربية نقل ومش قادرة تزقيها. تمام، متخيل الحوار ده على طول. أو عربية ملاكة، أي حاجة بتزقيها ومش قادرة تقولي إي. إي. حاول تنطقيها تاني. يو. يو. لا. لا مش عارفة. تاني. إي. 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 أكنك بتقولي. أو. لا مش أو. إي. كأنك بتقولي إي، بس تخلي فيها صوتك شوية على الرديء. إي. إي. إي مش أو. ما تضميش بقك. ما تضم... يعني بقك ده مش بيبقاش مدور كده، لا إي. ممكن عندي البوينت دي. طب قولي إي، قولي إي كده. إي لا إي. إي عادي، أكنك بتقولي في إي. إي. إي إي. إي طيب بصي فكريني المرة إي الجاية. هو الحرف ده رخم شوية أنا عارف، فكريني المرة الجاية لما أشوفك أعيد لك عليه. تمام. إي. تمام. طيب الحرف اللي بعده تمام. حرف ال A E. بصي حرف ال AI وال EI وال IE، الحروف دي لما بتيجي مع بعضها بنطق الحرف الأخير. طب تعالى نشوف مثال. قال لك حرف ال AI لما بيجي مع بعض الحرف ال I في الآخر بنطق الحرف ده بالإنجليزي. بنطق الحرف الأخير بالإيه؟ بالإنجليزي. فاهمين؟ فاهمة. يبقى حرف ال A E لما بيجوا مع بعض بنطق الحرف الأخير بالإنجليزي I، عادي زي كلمة ماي. ماي. طيب انت ايه الكلمة دي؟ ماي. ماشي، واللي بعديها؟ أيوه. ايوه. تمام. طيب اللي بعده قال لك حرف دول من اصعب بص لازم بقى تركزي قوي، تديني تركيزك 100%. الصوتيات اللي جايه دي بالذات الاثنين الجايين دول معظم الاخطاء بتكون فيهم. تمام. تمام. قال لك هنا حرف الا او. الا او ده صوت مهم قوي بيقابلني في حاجات كتير جدا. الحرفين دول لما بيجوا ورا بعض بنطقهم ايه؟ او. بنطقهم ايه؟ ها بنطقهم ايه؟ او. فواقع معايا كده بنطقهم ايه؟ انا صوتك بعيد شويه. أيوه. او. زي كلمه فغاو. بنطقهم أيوه. تمام، زي كلمه فغاو. فغاو. او اوتو. اوتو. انت قول لي الكلمه اللي بعديها. هاوس. 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 لاو. ناو. تمام. يبقى الحرف الاو ينطق ايه؟ أو. او. انت قول لي الاربع كلمات تاني. براو. أوتو. هاوس. لاو. تمام. قال لك بعد كده بقى الحرف اللي جاي ده مهم قوي قوي قوي، اسمه اي او. الاي او ينطق اوي. 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 زي كلمة فغايم. 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 هايتي. هايتي. انت ايه الكلمة اللي بعديها؟ أيغو. تمام. نايلي.
كملي. ناين. ناين. نوين. يبقى فوين، فويتي، فوير، نوي، نوين. يبقى الآ أو تنطق أو، والإي أو تنطق أوي، أو أوي. ماشي. طيب لو تفتكري، أنا قلت الحرف ده بيتنطق إيه؟ الأملاوت ده، ثواني هنزل جنبه. بيتنطق إيه؟ ايه. لا تاني كده. بينطق إيه؟ ما سمعتش. ايه. الحرف الإي أو ينطق إيه، صح؟ أنت قلت إيه؟ قلت ايه. إيه، تمام. لو بصيت على رقم هجيبهم لي كده جنب بعض، 3 و4، لو بصيت على 3 و4 وبرضه حرف الأولاني ده بيتنطق إيه؟ برقم 3. الحرف الاولاني من رقم 3. أه. اي. لا. ايه. إيه. يبقى الحرف بس ايه. إيه. اوكي. طيب واللي بعده برضه بيتنطق إيه؟ ايه، صح. يبقى الثلاثه صح. الاثنين ورا بعض دول بياخدوا نفس النطق، بياخدوا ايه؟ 3 و4 نفس النطق. الآ أملاوت، الإي أملاوت دي، والأو والإي بتتنطق أوي. يبقى الأوي أوي زي بعض. الإي والآ أملاوت، الإي والآ أملاوت الاثنين بيتتوا إيه، إيه، إيه. زي كلمة، انت إيه الكلمة دي؟ هويزا. بص هنتفق اتفاق حلو مع بعض يعني. كويسة. هنتفق اتفاق حلو. حرف اوكي. الإر لما بيجي في آخر الكلام بحط لساني عليه وما بنطقوش. يعني إيه بحط عليه لساني وما بنطقوش؟ بيطلع إر خفيفة. هويزع، هويزع، هويزع. تمام. عايز أسمعه مني. كويسة. هويزع. يبقى حرف الإر ما بقولش هويزر ولا بقول هويزي، لا، هو بنطقه بس بدوس عليه. هويزع، هويزع. تمام. كويسة. سي. سي كويسة. كويفع. كويفع برضه الإر بحط عليها لساني وما بنطقهاش. تمام، اللي بعده. لو. لا. لا. مظبوط. رقم 5. الاي اي هنطقها بالانجليزي خالص. الاي اي بنطق اخر حرف بالانجليزي، زي ما عملنا فوق في اول حاجه بتاعت ماي وكايرو، فاكرها؟ او. هنا بقى الاي اي هنا ينطق معانا اي، اي. حرفين مع بعض لما بيجوا بنطقهم اي. زي كلمه اينس، اينس. سفاي، سفاي. فراي، فراي. انت ايه اللي بعده؟ راي. راي. ناين. ناين. تمام. خش على رقم 6. قال لك الستة بقى قالت لا، هي 5 مش أحسن مني في حاجة. الأي بقى لما جت في الآخر نطقت أي. الإي قالت لك طب والله بقى لما أنا هاجي في الآخر لا برضه هتنطقوا لي إي، هي مش أحسن مني في حاجة. يا بنتي يهديك يرضيك، قالت لك لا وربنا لا تنطق إي. قلت لها حاضر، ما علينا، تعالي نشوفها لما نطقت إي. بقت الأي إي تنطق يبقى إي. سيدي. أول ما هتشوفيها افتكر الكلمة دي. الكلمة دي اسمها إيه؟ زيبن. لا زي. الأولانية. يبقى دي زي، زي. صح؟ كله يمشي على نفس الوتيره. الاي اي بقى تبقى ايه اللي بعديها؟ زيبن. ليبن. ماشي. كيرة. رايت. زي. سي. تمام. طيب رقم 7. تعالى استني 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 استني. رقم 9 الاول هتبقى ايه؟ ال4 حروف دول مع بعض يبقوا سيون. يبقوا ايه؟ يون. سيون. زي كلمه لكت سيون، لكت سيون. انت ايه الكلمه اللي بعديها؟
ندى. نسيان. بس ساعات نسيان. بتختفي، انت بتروحي فين؟ أنا عارفة والله. ماشي. طب انت ايه الكلمة دي؟ نسيان. ناتسيون. بصي احنا ايه اتفقنا اللي احنا هنشغل الاربع مهارات معانا، تمام. انا بس ايه هسيب شوية حاجات كده، هنروح نسمع حاجة مع بعض ونرجع تاني. بس قبل لما اروح هخلص من حرف اللي هو بس حرف الاتش. تمام. تعال نشوف حرف الاتش ده قبل ما نروح نسمع حاجة مع بعض. حرف الهاء، قال لك الحرف الهاء لو ما بيجي في أول الكلمة بينطق ها عادي خالص. بينطق إيه؟ ها، زي كلمة هابل. أهو. هابل. هاست. ها. هاست. إيه اللي بعديها؟ كويل. هاز. هاز. حلو. طيب. تمام. تمام، واللي بعده حلو مظبوط. عايز اسمع دي منك اللي أنا معلم عليها. هاز. هير. هاز. هير عادي، زي هير هير أي حاجة بقى، هير أحمد، هير محمد. طيب وآخر حاجة. هاز. ها. ها حرف الإر في الآخر، أحط عليه لساني ومش هنطق. ها. اه. ها. ها. تمام. طيب تعالى بقى نشوف 12 هنا. قال لك هنا 12 حرف الاتش بقى اللي هو الها ده جاي ما بين حرفين متحركين، صح؟ واخده بالك؟ حرف أهو. ال ده جاي ما بين حرفين متحركين. قال لك ماشي اهلا وسهلا، يعني اعمل ايه ما بين حرفين متحركين؟ قال لك مش هتنطق. تمام. بيتنطق خفيف قوي، ما بقولش جيهن او زيهن، لا بقول جين. 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 طب انت ايه اللي بعديها؟ فهم. تاني كده. فهم. زيهن، لا زين. 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 اه زين. يلا انت قول لي الاثنين تاني كده. زين. زين. تمام. حلو، يبقى حرف الهاء في اول الكلام ينطق. ينطق في اول الكلام عادي. طب لما بين حرفين متحركين اعمل نفسك مش شايف. جيم. زين. طيب تعالي بص كده الرقم 12، لو انا شلت الاتش، تمام، انطقها لي كده. زين. جين. يبقى بالها جين، ومن غير الها برضو جين، صح؟ يبقى حرف الها هنا اكني عادي، اكني مش شايفه. طيب نوماد رايت سين رقم 13. نوماد رايت سين هنا حرف الها قبليه بقى متحرك يا ندى وبعديه ساكن، قبليه متحرك وبعديه زين. ساكن. يبقى قال لك لو قبليه متحرك وبعده ساكن هسكن حرف الهاء. تعال نشوف زي كلمة زون. زون. زون، ايه اللي حصل؟ ما نطقتش الاتش، لا وكمان طولت في الحرف المتحرك زي ما انا كاتب بالعربي كده. بعدها حرف متحرك لا ينطق ونمد الحرف اللي قبلها. تمام. لا هنا المفروض لو قبلها، هنمسح كده وبيكتب الماني. لو قبلها، لو قبلها. ايه لو دي؟ لو قبلها حرف متحرك لا ينطق. خلي دي بالايه، لا ينطق ونمدها، ونمد في الحرف اللي قبلها. تعال نشوف ده الحرف اللي قبل الهاء اللي هو متحرك، والكلمه اللي بعديها برضو قبليها متحرك، والكلمه اللي بعديها برضو الاخيره قبلها متحرك. قال لك بقى تعمل إيه في الحرف المتحرك ده؟ قال لك هنمده. هنمد الحرف المتحرك. تمام حلو. بعد ما نمد الحرف المتحرك ايه اللي يحصل؟ قال لك هتسكن الاتش، مش هتنطقها زون. بطول في الحرف المتحرك اهو، ما بنطقش الاتش. زون. يا. يا. ده ايه ده؟ زين. إيه الكلمة الأخيرة؟ طاغن. فاضي. طاغن.
في حاجة مش واضحة في الكلام في الكلمتين اللي احنا قلناهم دول؟ لا. طيب تعالي نسمع حاجة وبعد كده ايه نرجع تاني. بصي الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي دي، آه هنفضل نسمعها لحد ما الميعاد المحاضرة التانية، نفضل نسمع في الأغنية دي، تمام؟ أوكي. إيش طب يا مست. يبقى أنا هعمل بس، هوقف المحاضرة